ازاي لو انت لا قدر الله بعت ايميل غلط. وطبعا كلنا بنقع في الموضوع ده، ان انت ممكن بعد ما تبعت ايميل يا انا نسيت احط جدول، انا نسيت احط مثلا ايا يكن، انا نسيت احط اي حاجه في الميل انت كنت ناوي تحطها، وهوب رحت دايس سند على الميل وشكرا الميل راح وخلاص، انت كده الميل راح الناحيه الثانيه. فازاي انت تحاول تسترجع الميل او تعمل له تعديل وتبعته تاني؟ ازاي ده نعمله؟ الخاصيه دي بتسمح لك ان انت تحاول تسحب او تمسح ايميل بعد ما تبعته بالغلط او تعدله وتبعت نسخه جديده مكانه. الريكول ليها شروط علشان تكون ريكول ناجحه، او عشان ان انت تقدر تسترجع الايميل، انك مهم جدا لازم تكون بتستخدم مايكروسوفت والطرف اللي راح له الرساله بيستخدم مايكروسوفت. يعني دي نقطه مهمه جدا. يعني مثلا انت راجل بتستخدم مايكروسوفت او شركتك بتستخدم مايكروسوفت وبعت لواحد ايميل غلط على الجيميل، نقطه ان انت تحاول تسترجع الرساله دي مش هتعرف ان انت يعني عاده الريكول مش هيكون ناجح. تاني حاجه ان انت بعد ما تبعت الرساله بوقت قصير، انت لازم يعني من الاخر كده انت ما ينفعش ان انت تعمل ريكول بعد ما تبعت الايميل الغلط بيوم مثلا، لا انت بعت لازم يكون في وقت قصير عشان تحاول ان انت تعمل ريكول. يعني ما ينفعش يبقى في وقت طويل بعد ما بعت رساله تحاول ان انت تسترجع فيها الميل، لازم يكون الوقت قصير بحيث اللي استقبل الرساله ما يكونش فتح الرساله، لان طبعا لو فتحها هتبقى احتماليه ان انت تسترجع الرساله هتبقى احتماليه ضعيفه. انا دلوقتي مستخدم جالي ايميل مثلا اهو تمام، لو المستخدم راح عمل كده وراح شادد الرساله، شدها بالماوس كده وراح حطها على الديسكتوب، كده خلاص شكرا الرساله انت مش هتعرف تسترجعها. ما دام الرساله خدها وحطها على الديسكتوب مثلا، او مثلا الرساله اهي تمام، هو مثلا انا خلينا نعمل كده نيو فولدر ومثلا نسميه اي حاجه، مثلا نسميه، لو انا كمستخدم عملت كده ورحت شادد الرساله في هنا كده خلاص الرساله نزلت هنا. فلو انت حاولت تسترجع الرساله مني مش هتعرف تسترجعها، لان انا غيرت من الاخر مكان الرساله، خدت منها كوبي حطيتها، او خدت الرساله نفسها حطيتها جوه فولدر، فمش هينفع تسترجعها. ولذلك انا بقول لك تحاول ان انت تعمل ريكول في اقصر وقت. هنعمل بقى الريكول ازاي؟ خلينا احنا نبعت دلوقتي ايميل مثلا وهنبعته لبهلول تمام، وهنكتب مثلا تيست مثلا وهنكتب تيست تمام، وهنبعته لبهلول. نخش على ايميل بهلول تمام، وهتلاقي فيه ايميل جالنا دلوقتي. الايميل اهو جه، طبعا انا كبهلول ما فتحتوش. طيب هنعمل ايه؟ هنخش على سنت، وشايف انا كعبد الرحمن عايز استرجع الميل، فهخش على الميل بتاعي واخش على سنت واروح دايس دبل كليك هنا، هتلاقي هنا كلمه اكشن، هتروح دايس. عندنا طبعا اختيارين، احنا هنقول دلوقتي هنختار الاختيار الاول اللي هو ريكول ذس مسج. هقول له ديليت ان ريد كوبيز. كده انت بتحاول ان انت تسترجع الميل، يعني تمسحه من عند الشخص اللي استلمه، بتخلي العلامه دي موجوده بحيث ان انت لو الرساله اتعمل لها ديليت ان هو يقول لك ان الرساله دي اتعمل لها ديليت ولا لا، بحيث ان هي لو مبعوثه لاكتر من شخص يقول لك فلان ده راحت له، فلان ده انت عرفت تسترجعها منه، فلان ده يعني بيجي لك زي ريبورت كده. فهندوس اوكي، وبعدين هيبدا الاوتلوك يحاول يسترجع الرساله من عند بهلول. طبعا هيبدا ان هو يجي لي رساله تمام، هتروح دايس عليها كده ودايس على فيو مسج ريكول ريبورت بحيث ان انت تشوف الرساله اتمسحت من عند مين وما اتمسحتش من عند مين تمام. بيقول لك ان هنا عدد الريكولد وهنا البيندنج وهنا الفيلد اللي هم اللي مش هيعرف يسحب منهم الرساله. طيب بص زي ما انت شايف، انت مثلا بعت ايميل فيه 30 نفر، هيقول لك هنا عدد الاشخاص اللي اتعمل لهم ريكول، وعدد الاشخاص اللي لسه بيحاول يعمل لهم ريكول، وعدد الاشخاص اللي فعلا قدر ان هو يسترجع الرساله من عنده. فبناء عليه هنا انت بتقدر تحدد الرسائل اللي انت قدرت تسترجعها. يعني انت مثلا بعت زي ما اتفقنا مثلا ل 30 نفر، ناس في السي سي وناس في التو، يعني بعت ايميل. الاوتلوك في الريبورت ده هيجيب لك ان هنا الناس اللي اتسحب منهم الرساله، هنا الناس اللي ما اتسحبش منهم الرساله ايا يكن. تاني حاجه انت ممكن تعمل الاختيار الثاني اللي هو ريسند ذيس مسج. فانت ممكن تروح دايس اكشن وتروح دايس ريسند تمام، وهيروح فاتح لك نفس الرساله تمام، هتعدل فيها اللي انت عايزه وتروح دايس سند. طيب فبص انت لو لقيت الايميل بتاعك راح عند ناس معينه وناس ما قدرش ان هو يسحبه منهم، فنصيحه انت ممكن تعمل حاجه ظريفه جدا، وطبعا ده الحل الامثل، يعني ان انت بعد ما بعت الرساله انت ممكن تروح عامل كده دبل كليك وتروح دايس ريبلاي اول، وبعدين تعمل استريك او نجمه وتكتب ابديت او مثلا امندمنت مثلا، وتكتب بقى نفس الايميل بتاعك والتصحيح بتاعه تمام، ونفس كلام وتحط كل البيانات بتاعتك، بحيث ان الايميل بتاعك لو ما عرفتش تسحبه من عند الشخص اللي انت عايز تسحبه من عنده هتقدر ان انت تعمل زي تعديل تمام. فعاده الريكول مش في كل الاوقات بتكون ناجحه، هي بتكون ناجحه لو انت بمجرد ما بعت على طول، يعني بمجرد ما بعت رحت عامل ريكول، في الحاله دي بتكون ناجحه. طيب في حاجه بسيطه احنا ممكن نعملها، مفيش حاجه
حاجه اسمها 0% اخطاء، لا احنا بنحاول نقلل عدد الاخطاء على قد ما نقدر. طيب في رول انت ممكن تعملها بحيث ان انت تخلي الاوتلوك قبل ما يبعت الرساله يستنى 5 دقائق. يعني انت تبعت الرساله الاوتلوك يستنى 5 دقائق ويبعتها، بحيث ان انت لا قدر الله دوست سند تقدر ان انت في خلال 5 دقائق تلحق ان انت تعدل حاجه لو انت افتكرت حاجه نسيتها. طب ازاي نعمل ده؟ احنا هنخش على فايل، تمام، وهنروح دايسين على مانج رولز، تمام، وهنروح دايسين على نيو رول. شايف ابلاي رول اون مسج اي سند، هتروح دايس عليها كده ونكست، تمام. هتسيب كل ده، مش هتعلم على اي حاجه، هتدوس هنا هيظهر لك الرساله دي، هتقول له يس، تمام. شايف الاختيار اللي هو ديفيرد ديليفري، الاختيار ده هتروح دايس عليه، تمام. وهنيجي هنا وهيقول لك حط لي النمبر، هنقول له مثلا احنا عايزين نستنى 5 دقايق قبل ما الرساله تطلع من الايميل. هتدوس اوكي، تمام، وهندوس نيكست، بعدين هندوس فينش. اوكي، هنا هيظهر لك اوكي، تمام. تعالى بقى نجرب ان احنا نبعت رساله. مثلا هنا انا هبعت الرساله مثلا لبهلول اوكي، زي ما احنا شايفين كده هندوس سند، هتلاقي الرساله موجوده هنا، مش هتطلع على طول، هي هتفضل موجوده هنا لمده 5 دقائق في فولدر الاوت بوكس، لان دلوقتي انت اول ما تبعت الرساله هي بتروح طالعه من عندك رايحه في السنت، اللي هي السنت ايتمز، اللي هي طبعا مش هي دي الرساله، احنا هنا بنتكلم على الاوت بوكس دي من الاخر، الفولدر اللي بيبقى فيه الرسائل اللي لسه بتطلع. يعني هنا لو بتبعت رساله تقيله مثلا فيها اتاتشمنت مثلا 5 ميجا 10 ميجا، تفضل موجوده هنا لحد اما الاوتلوك يقدر ان هو يبعتها في خلال دقيقه ونص على حسب سرعه النت بتاعتك، تمام. فزي ما احنا شايفين هي هتفضل هنا 5 دقائق، بحيث ان انت لو نسيت اي حاجه بتروح داخل على الاوت بوكس. تعالى ان احنا نجرب نبعت مثلا رساله ثانيه، تمام، لمثلا ايميل تاني مثلا وكده اوكي، وهندوس سند، هتلاقي هنا الرسالتين، تمام. طبعا الرسائل دي عشان فاضيه، انت بمجرد ما بتدوس سند هي بتروح على طول، بسبب ان احنا عاملين الرول ان هي احنا نستنى 5 دقائق. عايز تخليها 5 دقائق، عايز تخليها 10 دقائق، عايز تخليها نص ساعه، بس مهم جدا ان انت ما تقفلش الاوتلوك. يعني طول ما الاوتلوك مفتوح هو بيعمل بروسيسنج للرسائل اللي هيبعتها. لو جيت تقفل الاوتلوك هيطلع لك رساله زي ما انت شايف كده، هيقول لك ايه، انت فعلا عايز تقفل الاوتلوك لان في رسائل محشوره دلوقتي في الاوتلوك او الاوت بوكس هو لسه بيبعتها. فانت هتقول له يا تخرج وبعد كده تبعتهم لما تفتحه، يا اما تخليك منتظر. وطبعا بعد ال5 دقائق هتلاقي الرسالتين دول طاروا، تمام. فانت يعني دي حاجه هتقلل معاك نسبه الخطا او هتقلل معاك نسبه النسيان اللي ممكن تحصل، لان انت ممكن تكون بتتعامل مع عملاء، مع جهات خارجيه في الشركه، مع زمايلك، فممكن تنسى حاجه معينه تبعتها، تنسى صيغه الايميل نسيت تراجعها، ايا يكن. كل ده ممكن يسهل عليك ان انت يديك فرصه 5 دقائق 10 دقائق ايا يكن، بحيث ان انت تبعت الرساله بشكل مظبوط.